يعني بصراحة بكاني منظر، مو منظر فيديو عمله أحد الشباب بدمشق. راح على فرع الأمن السياسي وقال لهم تسمحوا لي بدي أصلي ركعتين. قام عروس سجادة صلاة وقالوا له تفضل لجوا. وقرأ على باب الفرع الأمن السياسي آية القرآنية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تتخيلوا أنه سوريا بتروح على فرع مخابرات وبعدين راح على فرع تاني وراح على فرع الخطيب. هاي الفروع اللي كانت على مدى عشرات السنين مصدر رعب وخوف حقيقي لكل إنسان سوري استدعي لأحد هذه الفروع، وخرج ولا لم يخرج. كم من الناس دخلوا يعني وتعرضوا للتعذيب وبعدين والتنكيل والقتل. كم من النساء اعتقلت في هذه الفروع واغتصبت وقتلت. كم. هلأ بيروحوا الشباب على فروع الأمن بيستعيروا سجادة صلاة وبيخلوا بيصلوا ركعتين وبيطلعوا. يعني هل يمكن أن تخيل أنه هالانقلاب الرهيب اللي صار في سوريا خلال شهرين من الزمن، أقل من شهرين، بعد ما كانت الصلاة يعني تهمة. كانت الصلاة تهمة طبعا في الجيش وكذا، هذا شيء أمر مفروغ منه. لا يمكن إنسان يجرؤ أنه يصلي إذا كان عم يخدم إجباري أو متطوع أو غيره. لا يمكن يخطر على باله شيء اسمه صلاة، ولا كان يعني بيروح فيها. وقت كان في مخبرين بكل أوقات الصلوات بكل المساجد اللي بتسجل أسماء اللي بيجوا بيصلوا، خاصة صلاة الصبح. يا لطيف، اللي بيجي على صلاة الصبح على الجامع هذا معناتها متطرف متزمت إرهابي سلفي وهابي، اتهم المعلبة الجاهزة. هلأ بيروحوا الشباب بيطلبوا من الحراس اللي على فروع الأمن اللي موجودة بسوريا يعيروها سجادة صلاة ويصلوا. يعني هذا ما بيكفي لحاله، هذا لحتى يعني الواحد طول النهار يقول الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، هذا بيكفي؟ هاي إحدى النعم اللي لازم يعني نشكر رب العالمين ونحمده عليها ليل نهار. وطبعا الخير قادم بإذن الله. الله يتم علينا ويتم عليكم جميعا نعمه.